أنا عندي عبد الرحمن العنجري، بعدين أرجع لكم. عبد الرحمن العنجري إن شاء الله نقطة نظام جايك. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، بالنسبة لما يتعلق بالبنك الدولي، احنا باللجنة المالية السابقة البنك الدولي كان معانا وانت تدرك بذلك سيد الرئيس، والبنك الدولي راح واعطانا نماذج لقوانين المناقصات في بعض الدول. اعطانا قانون الجمهورية التركية، اعطانا قانون يتعلق في بعض الممارسات في القانون النمساوي، القانون المصري، وكذلك تطرقنا معاه الى قانون الامارات. في اخر جلسة وانت قاعد السيد الرئيس كلمنا الدكتور اللي يمثل البنك الدولي، قلنا له التصريحات اللي طلعت بالصحافة هذه تصريحات غير مسؤولة، لانك انت كبنك دولي جهاز فني، اذا كان عندك اراء فنية مدد اعطيه دقيقة نكمل. طيب اعطيه دقيقة. عطني دقيقة. ولذلك سيد الرئيس ما في قانون مناقصات بالعالم راح يرضي جميع الاطراف، لازم نحط اطار وقت محدد ونخلص منه، لان الدولة هي الوحيدة التي تنفق على المشاريع، وقانون المناقصات هو احد ادوات الاصلاح السياسي والاقتصادي. شكرا. أنا عندي الاقتراح شهر، وهذا الشهر هو اللي راح يتخذ قرار بشأنه. النقطة نظام دكتور خالد شخير راح أجي لك طلب، هو نقطة نظام قبلك بعد. الأخ الرئيس، إن شاء الله. أنت قلت قدم طلب مكتوب حتى يضاف إلى لجنة التحقيق مع وزارة الدفاع. أنا الحين أتمنى رجاء، أنا عندك طلب مكتوب. رجاء، أنا الحين في قضية تختلف. لا أنت قلت